السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. من فترة كده، فترة طويلة يعني سنتين 3 حاجة شبه كده يعني. المهم ايه، شفت واحدة ست كبيرة في السن كده، قاعدة في مكان ما يعني، وزي ما يكون لابسة نقاب ورافعاه، والمكان ده مكان يعني مكان عام يعني. فانا قلت ايه ده، هي دي كده لابسة نقاب بس مرفوع؟ لا لا مش ممكن طبعا، ما هي اللي لابسه نقاب في مكان عام اكيد بتبقى امال هي لابسه ليه؟ فكدبت عينيا وقلت لا، ده اكيد انا بيتهيألي غلط، وهي يبدو انها مش مصريه، يمكن في بلدهم شكل الحجاب بيدي شكل النقاب، يعني انا مش عارفه الشكل بالظبط، بيتحجبوا بطريقه معينه مثلا، فمديني انا شكل النقاب المرفوع. فقلت المشكله في عينيا او في شكل الحجاب، إن انا فاهماه غلط يعني. المهم ايه، عدت ايام وجت ايام وكده، وبعدين شفت مرة بقى بعدها فترة يعني، واحدة ماشية في الشارع ورافعة النقاب. لا بقى، أنا محتاجة أكشف نظر يعني، هو في إيه؟ ماشية في الشارع ورافعة النقاب كده، يعني هي رابطاه ورافعة النقاب ورافعاه كده. يا جماعة هو ده بجد ولا هو في؟ أنا عايز أروح أقول لها أنت مش واخدة بالك، أنت كنتي مثلا بتاكلي ولا بتشربي ورفعتيه ونسيتي تنزلي النقاب تاني؟ عايزه انبهها ماشيه عادي، ومعاها راجل شكله كده يبدو انه محترم برضو يعني. طب اذا كنت انا هنبهها، هو الراجل اللي معاها ده مش واخد باله انها واقفه معاه او ماشيه يعني بتكلمه ورافعه النقاب؟ يا جماعه هو الموضوع ده ايه؟ المهم بقى ابتديت ايه الاقيها منتشره بقى، وبيبقى عادي، لا رابطه النقاب ورافعه الحته اللي على الوش اللي بتداري الوش دي، وماشيه بقى في الشارع بتكلم حد، ابص الاقيها رفعت شربت وبعدين نزلت النقاب تاني. فما تفهمش بقى، هي بقت موضه اتجاه قومي يعني، في حاجه مش طبيعيه يعني. فانا نفسي اسال الناس اللي بيبقوا ماشيين، وحياه ربنا اقسم بالله انا النهارده شفتها حتى يعني شفت ست كده، انتوا ازاي يعني؟ طب انتي لابساه ليه؟ المهم عدت ايام وجات ايام برضو زي الايام اللي عماله تعدي وتيجي دي، وجت واحده سكنت يعني معايا في العماره، منقبه، المفروض انها منقبه يعني، فمنتقبه اسمها مش منقبه. المهم لابسه النقاب ورايحه جايه بالنقاب شويه، ولقيت الدنيا حر كده، فلقيتها بتنشر في البلكونه، وهي لابسه حجاب بس وشها، ودي كانت اول مره اشوف وشها. انا قلت مش هي، هو نفس الهيئه والجسم، بس لا اكيد مش هي، هو انا يعني هي عبيطه؟ لا مش هي. شويه والاقيها هي نفسها طلعت بالنقاب، راحت تجيب حاجات من السوق، ويعني خرجت بره الشارع يعني. يا جدعان هو في ايه؟ يا الست دي طالعه بمنظرين ولا بجسمين، نفس الجسم ونفس الصوت، بس في البلكونه بشوفها من غير نقاب وفي الشارع بشوفها بنقاب، هو في ايه؟ شويه وابص لها بقى الجو حرر اكتر، يعني الدنيا بقت حر كده، وببص لقيتها واقفه في البلكونه بتنشر بشعرها ولابسه بنص كم، وخلصت نشر الغسيل جابت كرسي وقعدت. واحنا شارع بقى يعني ما شاء الله، مش شارع متداري كده يعني الجيران 2 3 اللي هيشوفوها، لا ده العالم كله رايح جاي على الشارع. انا عرفتها من صوتها، هي بعينها بغباوتها، في الشارع بالنقاب جوه البلكونه، اللي هي البلكونه اللي على الشارع بقى، بشعرك وبنص كم، يعني يا دي الجرصه ام حناجل بجد يعني. انا عايزه افهم، هو في يعني بعض الستات فاهمين ان النقاب ده رابطه للصداع مثلا، يعني بيربطوا بيه دماغهم كده عشان عندهم صداع، جالهم تصدع في دماغهم، يعني ان شاء الله يجي لهم قرار ازاله بعد شويه بعد الصداع اللي عندهم. ايه ده يعني؟ هو لازمته ايه يعني؟ انا كنت اعرف زمان اللي بتلبس النقاب دي بتبقى يعني بتزيد من نفسها عفة، تقرب لله، حاسة ان كده تدين اكتر، اقتداء بأمهات المؤمنين زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني اكيد حاجة من دول. ما واكيد انت لو عاملاه لسبب من الاسباب دولت، فاكيد انت يعني هتلبسيه، مش رايح جاي كده، ما احناش عارفين له ملة يعني، مش فاهمين ده رايح فين وجاي منين. هو انا كنت الاول بشوف اللي لابسه حجاب
وعاملاه من هنا كده، والقصه ما شاء الله زي الحرير، قمر كده في قصتها، محجبه وقصتها جميله الصراحه. ولون شعرها برضو ما اقولكيش حلو قوي. فكنت ببقى هتشل من جوايا واقول يعني القصه انت بقصه ولا بحجاب؟ فعملوا لي خوته في دماغي كده، قعدت طول الايام اللي فاتت دي هي بقصه ولا بحجاب، هم بقصه ولا بحجاب، هم كتير يعني. فما لقيتش يعني حد يرد على السؤال ده، هم بقصه ولا بحجاب. اخلص من السؤال ده يطلع لي بقى هي منقبه ولا مش منقبه، هي رافعه النقاب ولا منزلاه، هي ناسياه ولا ده موضه. يعني حد يرد، يعني من الناس اللي بتمشي رافعه النقاب في الشارع دي، يردوا يقولوا لي اه احنا بنرفع النقاب عشان مش عارف عندهم ضيق تنفس مثلا. ايه اللي حاصل؟ طب الضيق التنفس ده بيجي في الشارع بس؟ يعني حطي جهاز كده ولا بخاخه ولا حد يضربك بالقلم يمكن تفوقي. النقاب زي الحجاب بيتلبس، المفروض يداري اللي المفروض يداريه. يعني الحجاب بيداري شعرك سعادتك، النقاب بيداري السحنة الجميلة بتاعتك. انما انا الاقيهم بقى رافعينه، واللي ما بترفعوش بقى بتعمل حاجة تانية. سوري بقى، مش كل المنقبات يعني، في حوالي 12 13 واحدة زي الفل. استغفر الله العظيم يا رب. انا اللي شفتهم الاغلبية العظمى بصراحة بالشكل اللي انا بوصفه ده. اللي ما بترفعش النقاب تلبسه بقى وزي الفل، وطبعا العينين بس هي اللي بتبقى باينه. تقوم بقى تعمل ايه بقى في عينيها؟ رسمه نيفرتيتي، اللي هي الايلاينر بقى كده، ورموش. ده انا بشوفهم حاطين رموش، الرموش المتركبه دي، يعني زي ما يكون بتقول والله العظيم الحاجه اللي باينه منها اللي انا مورياكوا بيها. يعني مش عارفه اتكلم، كنت اقول كلمه رخمه دلوقتي. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني سعادتك يعني ده ايه؟ انا يعني كنت بشوف واحده لابسه نقاب، مش بحس يعني استغفر الله العظيم يا رب انها لابسه تحت النقاب ده بدله رقص، من مشيتها ومن مكياج عينيها ومن تصرفاتها ومن صوتها العالي ومن اساورها وفساتينها. يعني لبسها حاجه مقززه جدا جدا، صوتها عالي جدا، بتضحك بصوت عالي قوي. ممكن استغفر الله العظيم يا رب يعني تاخدها كده ايه، تاخدها ايه، تاخدها ربنا، استغفر الله العظيم يا رب. يعني تاخدها النرفزه بتاعتها وتسب الدين، استغفر الله العظيم يا رب، ولابسه نقاب. اشوف واحده مثلا تبقى ماشيه في الشارع ترفع النقاب عادي خالص كده وتروح شاربه، مش تفهمش دي بتشرب ايه، دي مش ميه اكيد. وبعدين بعد ما تشرب تمسح بقها مش عارفه تروح تنزل. هما بيلبسوا ليه يعني؟ هو ده صن بلوك بالنسبه لهم؟ يعني عايزه افهم هو النقاب ده ايه يعني؟ بيحميهم من درجه حراره الشمس، بيدفيهم في الشتاء، لكن هو ملوش اي يعني. في ناس لابساه عشان الاغراض دي بس، ان هو يحمي من الحراره، يدفي في البرد، مش عشان اي سبب ديني. انا عايزه افهم هم لابسينه كده مش عشان اي سبب ديني؟ يعني اللي مش لابساه عشان سبب ديني احب اقول لك يعني خلاص شيليه. يعني سعادتك هو مش بيحمي من الشمس، لان هو اسود وهيمتص الشمس ان شاء الله هتسودي اكتر من ما انت متنيله ب60 نيله. انا في حاجات ببقى مش عارفه امسك لساني، انا كده اصلا ماسكه لساني. المهم، فلو انت مش لابساه يعني اللي سبب ديني اقلعيه، اقلعيه وعيشي كده بوشك اللي استغفر الله العظيم يعني اكيد هيبقى مش اسوأ من شكلك بالنقاب يعني. المهم، انا بقى عايزه اقول يعني الناس اللي بالشكل اللي انا وصفته ده هم اكتر ناس بيخلوا المنقبه اللي بجد، اللي هي لابساه تدين بقى وكده، تكره النقاب. بيخلوها تفكر تخلعه عشان ما تبقاش من نفس الفصيل ده، ما تنتميش للصنف ده. هما يعني صورة سيئة للنقاب، وللي عايزة تلبسه تقول لك لا أنا هلبسه عشان الناس تشاور عليا وتفتكرني زي دول. للأسف وهم سبب برضو في إن ممكن واحدة يعني تبقى نفسها تستمر إنها تفضل لابسة النقاب، بس مش عايزة تبقى من الصنف ده، مش عايزة الناس تشاور عليها وتقول ما انت لابسة النقاب، ما انت تلاقيكي بتعملي وبتسوي زي ما هم بيعملوا. فاللي لابساه يعني
مجرد بس يحمي وشها من الشمس، ولا يدفيها في الشتاء، ولا لابساه يعني فاكراه موضه خليجيه فبتقول لك اقلد يعني وخلاص. بلاش منها بقى الموضه دي، ولا الاتجاه اللي انتوا عاملينه ده، يعني بلاش تخلف يعني، بجد والله. اللي عايزه تلبس نقاب، بص انا لابسه المعادله الاسدال، اللي عايزه تلبس نقاب تلبسه تدين، مش تقليد، مش بيدفيكي سعادتك في الشتاء ويحمي وشك من الشمس في الصيف. يعني مش عارفه يعني، والله العظيم انا ماسكه لساني، انا عارفين عايزه اتكلم واوضح. ربنا يعني يهدينا، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم بجد، ربنا يهديهم، ربنا يحفظنا يا رب. يا رب اهدي اولادي يا رب، واهدي اولادكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم عمر غزة بأهلها، اللهم سدد دين كل مديون، وفك كرب كل مكروب، واشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.